ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح هجمه قويه جدا وهي هجمه البروت فورس باستخدام اداه البيرب سويت والتطبيق على موقع الدي في دبليو اي. تخيل كده ان شخص عنده اليوزر نيم بتاعك لكن مش عارف الباسورد اللي انت عامله، فهل يقدر يدخل حسابك ولا لا؟ في الحقيقه ممكن يقدر يدخل لو كلمه المرور ضعيفه، وده بالظبط اللي بنسميه هجوم البروت فورس. ان شاء الله في الفيديو ده هنفهم الفكره عمليا باستخدام موقع الدي في دبليو اي واداه البيرب سويت. طيب يعني ايه اصلا هجوم البروت فورس؟ هجوم البروت فورس هو محاوله تجربه عدد كبير جدا من كلمات المرور على حساب معين لحد ما يتم الوصول لكلمه المرور الصح. يعني كل ما كلمه المرور كانت بسيطه او متوقعه كل ما كان فرصه نجاح الهجوم تكون اكبر. طيب تعالوا نفهم سوا بشكل عملي ازاي نعمل هجوم البروت فورس. دلوقتي احنا فاتحين موقع الدي في دبليو اي، هنخش على البروت فورس. دي الصفحه الخاصه بالبروت فورس. تمام، دلوقتي هنتاكد ان الانترسبت شغال في البيرب سويت. لازم تتاكد ان هو شغال عشان اي ريكوست نبعته من الصفحه البيرب سويت تمسكه. بعد ما شغلنا الانترسبت هنكتب اي بيانات بشكل تجريبي، زي مثلا نكتب ادمن ونضغط لوجن. دلوقتي زي ما احنا شايفين البيرب سويت اعترض الطلب قبل ما يوصل للسيرفر، وهنا نلاحظ ان الطلب بيحتوي على اسم المستخدم ادمن اللي احنا كتبناه والباسورد ادمن برضو اللي احنا كتبناه. ودلوقتي المفروض ان هم بيتبعتوا للسيرفر عشان يتحقق منهم، وده معناه ان اي محاوله تسجيل دخول هتعدي من البيرب سويت الاول. تمام، طيب دلوقتي عايزين بقى نبدا ننفذ الهجمه بتاعتنا، فهنحول الطلب ده لتبويب الانترودر، ونروح لتبويب الانترودر ونعلم على القيمه اللي احنا عايزين نغيرها اللي هي قيمه الباسورد. تمام، وندوس اد. بعد كده نروح لقسم البيلود ونضيف مجموعه من كلمه المرور العشوائيه للتجربه. تمام، بعد ما كتبنا القيم اللي هنشغل عليها هجمه البروت فورس هندوس ستارت اتاك. دلوقتي البيرب سويت هتبدا ترسل محاوله تسجيل دخول متعدده بشكل تلقائي، وكل محاوله بكلمه مرور مختلفه. تمام، طيب ازاي هنعرف كلمه المرور الصحيحه اللي هتطلع من المحاوله دي؟ دلوقتي في النتائج هنلاحظ ان معظم الردود متشابهه، لكن في حاله نجاح تسجيل الدخول هيكون حجم الرد مختلف او محتوى الصفحه مختلف، وده بيساعدنا اننا نعرف المحاوله الناجحه بسهوله. طيب هتقول لي يعني ايه هندسه الكلام ده؟ ابسطها لك. هنا نلاحظ ان معظم القيم هنا متشابهه، كلهم تقريبا 5242 ما عدا الرد ده هو الوحيد اللي القيمه بتاعته 5140، وده مؤشر ان في الغالب ان كده تسجيل الدخول تم بنجاح. تمام، طيب عشان نتاكد ان فعلا كلمه المرور دي صح نعمل ايه؟ ممكن نحول الطلب ده للريبيتر. تمام، ونروح لتبويب الريبيتر ونخلي قيمه الباسورد اللي هي بدل ادمن نخليها ايه؟ باسورد. تمام، وندوس من هنا سند. هتيجي هنا في السيرش وتبحث عن كلمه ويل. تمام، هتلاقي هنا بيقول لك ويلكم تو ذا باسورد بروتكت اريا، ولو غيرت كلمه باسورد دي وكتبتها اي كلمه من كلمات المرور الثانيه مش هتطلع لك اصلا الصفحه دي، وده بيدل على ان كلمه المرور الناجحه من خلال عمليه الهجوم اللي احنا عملناها هي كلمه باسورد. يبقى دلوقتي اللي خلانا نعرف ان كلمه باسورد هي الصح ان احنا لقينا ان معظم حجم الردود كلها متشابهه ما عدا بس حجم الرد بتاع كلمه باسورد كان مختلف، عشان كده ادانا مؤشر ان في احتمال كبير ان كلمه باسورد دي هي الصح. وممكن نرجع تاني للموقع بتاع دي في دبليو اي ونكتب كلمه المرور باسورد وندوس لوجن. طلب اعترض، هنعمل له فورورد. تمام، ونرجع هنلاقي الصفحه فتحت معانا من غير اي مشاكل، وده معناه ان قيمه الباسورد هي كلمه باسورد. تمام، دلوقتي احنا لو نلاحظ هنا بعد نجاح تسجيل الدخول نفس الكلمه دي هي نفس الكلمه اللي احنا لقيناها في الصفحه بتاعت الايه الريسبونس. تمام، يبقى ده كان معناه ان كلمه باسورد هي الباسورد الصح. طيب دلوقتي خلينا نعرف ليه هجوم البروت فورس اصلا بينجح بشكل عام. السبب الرئيسي في نجاح هجوم البروت فورس هو استخدام كلمات المرور الضعيفه او المتوقعه، لان المهاجم في الحقيقه هو ما اخترقش سيستم الموقع ولا النظام ولا الشبكه، هو في الحقيقه مجرد ان هو خمن كلمه المرور وطلعت سهله فعشان كده عرف يفتح حساب. طيب نتعلم من كده ايه او ازاي تحمي نفسك من هجمات البروت فورس؟ اول حاجه انك تستخدم كلمات المرور الطويله والمعقده اللي فيها حروف وارقام ورموز. تاني حاجه انك تفعل المصادقه الثنائيه عشان حتى لو الهاكر قدر يوصل للباسورد بتاعك ما يقدرش يفتحه علشان محتاج تاكيد تاني من خلال رساله مثلا بتتبعت على رقم تليفونك. تمام، رابع حاجه انك تحدد عدد محاولات تسجيل الدخول. في مثلا مواقع معينه لو سجلت عليها كلمه المرور مثلا 3 مرات او 5 مرات غلط ورا بعض يوقفك تماما او يقفل لك الحساب. كل دي حاجات مهمه لازم ناخد بالنا منها عشان ما نقعش ضحيه لهجمه البروت فورس. طيب كده احنا فهمنا فكره هجمه البروت فورس بشكل عملي باستخدام موقع دي في دبليو اي واداه البيرب سويت، وان شاء الله في الحلقه الجايه هنبدا مع واحده من اشهر ثغرات الويب وهي ثغره الاكس اس اس، وهنشوف ازاي بيتم تنفيذ افواه الجافا سكريبت داخل صفحات الموقع. لو انت استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل فولو ولايك عشان تكمل معانا رحله تعلم الويب سكيورتي، واكتب لنا في الكومنتات هل كنت تعرف ان كلمه المرور الضعيفه ممكن تكون سبب في اختراق الحساب بالكامل ولا لا. وفي حاجه مهمه جدا عايز اقول لكم عليها، انك لما تيجي تنفذ هجمه بالمنظر ده لازم تنفذها في بيئه تدريبيه امنه زي موقع دي في دبليو اي المخصص ان انت تشتغل عليه وتجرب اختبار الاختراق، لكن ما ينفعش تعمل اي حاجه من الهجمات دي على مواقع حقيقيه او مواقع غير مصرح ان انت تشتغل عليها عشان ده هيعرضك للمساءله القانونيه.